هنعمل مع بعض النهارده صينيه سمك ماكريل بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان الريحه بقى خطيره وتتبيله تحفه. والطريقه بقى لو عملتيها مره صدقيني هتدمنيها زي كده، مش هتبطلي تعملي اي نوع سمك عندك بالتتبيله والطريقه دي، لانها بجد تستاهل انك تجربيها. يلا بينا على الطريقه. بس قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان ما ننساش ولادنا واخواتنا في غزه ندعي لهم، ربنا يسدد خطاهم ويوفقهم وينصرهم ويحميهم، اللهم امين يا رب. طبعا اول حاجه هنجيبها السمك، غسلناه ونقعناه كويس جدا لما بقى ابيض زي الفل بالمنظر ده كده، واللي في قلبه دي البطارخ بتاعته مش حاجه وحشه. شرحناه بالسكينه بالمنظر ده عشان التتبيله تدخل في السمكه والسمكه تتشرب من التتبيله ويكون طعمها حلو. التتبيله بتاعتنا بقى هتجيبي فلفل الوان متقطع بالمنظر ده كده. لو ما عندكيش فلفل الوان اي نوع فلفل عندك افرميه. جزر مبشور، وكمان خضار مشكل، كزبره، بقدونس، شبت. وكمان هتحطي بقى البهارات بتاعتنا: ملح، كزبره، كمون، رشة بابريكا ورشة فلفل أسمر وبهار سمك، شوية زيت وعصير ليمون ومعلقة كبيرة توم. قلبي بقى التتبيلة دي كده. التتبيلة دي على فكرة ممكن تستخدميها لأي نوع سمك، كمان ممكن تستخدميها البتنجان المخلل، بتبقى خطيرة وبتدي طعم حلو قوي لأي أكلة بتعمليها. هتجيبي بقى السمك بتاعنا. أهم حاجة في السمك بتاعنا ده ما يكونش فيه أي مية نهائي، يعني حاولي تنشفيه كويس جدا من المية، لأن المية دي ساعات تحسي إن السمك كده فيه سنة زفارة، بتبقي أنت ما صفيتوش كويس جدا من المية. نضفيه من الميه، واللي انا قلت لك اللي عليه ده بطروخ مش حاجه وحشه. وظبطي بقى التتبيله بتاعتك كده على السمكه بالمنظر ده، ودخلي في الفتحات كده وفي قلبها. وعلى فكره ملحوظه صحيح، السمك ده فيه نوعين، نوع اصلي ونوع تقليد، فخدي بالك. الاصلي زي دي كده، الخطوط بتاعتها كده واضحه، التانيه خطوطها باهته، فحاولي ايه ما تتخدعيش يعني، لانهم بيبيعوها للاسف بسعر الاصلي وبقى طعمها وحش جدا وكمان فيها سنه زفاره عاليه. هتتبلي بقى السمك بتاعك ده كده كويس، وسيبيه على الاقل ربع ساعه في التتبيله دي كده يتشرب ويشرب منها عشان يديكي طعم حلو. السمك بتاعي انا سبته منقوع ربع ساعه في التتبيله بتاعته. دي بقى التتبيله اللي باقيه من السمك. هضيف عليها طماطمايه متقطعه صغير، وكمان بصلايه متقطعه شرايح بالشكل ده كده. وفي الخطوه دي ممكن تضيفي شطه بودر او قرن فلفل حامي، بس انا ما بضيفش حامي لان انا عندي اطفال. قلبي بقى الخضار بتاعك ده كويس جدا كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده لحد ما تدخليه في بعضه. الخضار ده هيبقى تحفه، هيعجبك جدا. وكمان طريقه السمك دي صدقيني هتقدميها لاي نوع سمك عندك، بجد كانت خطيره وريحتها جميله جدا. رصي السمك بتاعك بقى بالشكل ده كده، ونزلي بباقي التتبيله كلها عليه زي ما انت شايفه كده. هنيجي بقى على وش السمك من فوق، هنرش عليه شويه زيت، هي بس علشان تديله لون حلو مش اكتر. احنا كده كده ضايفين في الخلطه بتاعتنا زيت. هترصي بقى شرايح ليمون على صينيه السمك بتاعتك دي كده بالمنظر ده كده. طبعا السمك حبيبه الليمون. دخليها بقى فرن سخن درجه حراره وسط على الرف اللي تحت، هتاخد معاكي حوالي نص ساعه. وطبعا السمك ما بنغطيهوش، هتدخليها كده من غير ما تغطيها. صينيه السمك بتاعتي خرجت من الفرن باللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده، بجد كانت ريحتها تحفه، كانت قلب الدنيا. على الرغم من الاضاءه ظلموها جدا، لان للاسف الكهرباء قطعت فاضطريت اصور في اضاءه اقل. بس طبعا واضح لحضراتكم ان اللون بتاعها جميل قوي، هيعجبكم. وكمان التتبيله اللي تحت دي بجد بالخضار دي خطيره، هتحبوها قوي. والسمك مستوي لحمه ابيض ودايب زي الفل. وكمان الطريقه بالتتبيله دي ممكن تستخدميها لاي نوع سمك تاني مش شرط الماكريل. بس طبعا الماكريل غني عن التعريف لانه غني باوميجا 3، فمفيد لينا ولولادنا. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي رايكم فيها في التعليقات. وما تنسوش قبل اي حاجه تصلوا على الرسول في الكومنتات: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان يا ريت فضلا وليس امر، اللي ما تابعنيش يتابعني عشان يوصلوا كل جديد مني.